انا ذاكرت ملزمه وهو ذاكر ملزمه واحنا غششنا الاثنين احنا بعض واعتمدنا على الزملاء الاخرين يعني. وري لها البرشامه يا عصام. مش اشكال، لا مش اشكال، خلاص بقى ما اخر ماده. طيب الحمد لله. طيب بناء على الغش اللي انت غشيته الامتحان شايف ان هو كان سهل طيب ولا مش عارف؟ انا والله ما اعرف، انا كل اللي انا عملته ان انا نقلت من اللي ورايا وخدت من عصام طبعا اللي هو مذاكره على اللي انا مذاكره. ما اعرفش والله، انا ما كنتش بحضر الجيولوجيا دي ولا كنت اعرف غير اسمها والله ما اعرف. اصحابك يعني قالوا سهل؟ ايه؟ لا ما سالتش، انا ما اعرفش الامتحان سهل ولا صعب. اهم حاجه اهم حاجه ان انا اطمن ان انا ناجح ومش اشكال. يعني صعب بقى سهل دي بتاعت الناس اللي عايزه تخش طب. طيب ايه الاغنيه اللي بتعبر عنك بعد الثانويه ما خلصت؟ ايه؟ الاغنيه اللي بتعبر عنك بعد الثانويه قولي السؤال تاني معلش. ايه الاغنيه اللي بتعبر عنك بعد الثانويه ما خلصت؟ بعد الثانويه ما خلصت؟ فرتكه فرتكه على الطبله وعلى السكسكه. فرتكه فرتكه خش معايا ده. فرتكه فرتكه طبعا، ومهرجان سكلي، وطبعا الاغاني المهرجانات الجميله دي اللي احنا طبعا ما ذاكرناش واحتفلنا من جوعنا بالاونطه الحمد لله وبلد زي الفل. ويا ريت طبعا انا بقى نصيحه لكل الاجيال اللي جايه ما حدش يذاكر، وان شاء الله تخشوا هتلاقوا الامتحانات سهله واللجان سهله. ما تتعبوش نفسكم، وفلوس الدروس انتوا اولى بيها، خدوها واصرفوها على القهاوي والاكل والشرب وعيشوا احلى كام شهر في حياتكم وهتلاقوا الدنيا جميله في الامتحانات. وانا طبعا قدوه حسنه ليكم وما ذاكرتش وضيعت فلوس الدروس كلها والحمد لله نجحت في كل المواد، وانصح كل طالب يعمل كده وان شاء الله البلد دي هتتقدم لو كل الناس بقت زي ان شاء الله. السلام عليكم. عايز اروح بقى. اخر 10 دقايق في اللجنه بتبقى عامل فيهم ازاي؟ بنقعد جنب بعض والله، بنقعد جنب بعض. طيب والمراقبين؟ لا بنهددهم. ازاي طيب؟ اللي مش هيغششنا هيتدمدم. هو في مراقب يخش اللجنه يلاقي ايه؟ يلاقي مثلا واحد عايز يغش، اتنين عايزين يغشوا، لكن الحمد لله ربنا رزقني بلجنه نصها شاطر ونصها بليغ. فطبعا النص بيتصورج وهو بيخاف بقى يعني على 10 طلاب 15 طالب عليه بعد هيكسروه بعد اللجنه، فبيخاف ويسيبها لنا اخر بقى نص ساعه ساعه حسب مقدرته. بس المهم ان احنا لازم نغش، لو ما غشناش بيتكسر. ما هو ما كسرناش حد الحقيقه، بس هم بيخافوا يعني. وبرده ده اسلوب احب اديه الاجيال اللي جايه. الاستاذ اللي يقول لك مش هغششك قول له انا ساكن قدام المدرسه وولاد عمامي ساكنين ومش عارف ايه، هيخاف وهيغششك. وعفى الله عما سلم.